أبناء النادي عندنا في الزمالك زعلانين إن هم مهمشين الفترة اللي فاتت، وجون إدوارد هو مسك مدير رياضي، وحازم ميدو طلع بره الصورة، وأستاذ عمرو الجنايني وكابتن عبد الناصر محمد جه مدير كورة. وزعلانين إن أبناء النادي مش بياخدوا مناصب في النادي وبتاع. ودي أكتر حاجة مفرحاني إن هم مش موجودين بصراحة. يعني لما تتكلم على أبناء النادي، فين الكوادر بتاعتنا اللي تمسك حاجة وتنجز؟ الراجل جون إدوارد دوت جه، عبد الله السعيد عايز 70 نزلها ل 35 النص. جايب مدير فني بالجهاز بتاعه كله ب 55 ألف دولار في الشهر. أرقام خزعبلية احنا ما كناش بنسمع عنها أي حاجة. أقل حاجة بنسمع مدير فني بياخدوا 70 80. أنت بتتكلم في 55، فنزل بالسعر بتاعه. طب جاب واحد مجهول، طب ما احنا جبنا باسيرو كنا بنديله قد ايه وما عملش حاجه. فهي مالهاش علاقه بالدنيا دي كلها. فهو ماشي كويس. كلمة أبناء النادي دي هي جابت لنا الفقر والنكد والحزن السنة اللي فاتت دي كلها. كام واحد ابن النادي كان بيلعب معانا في الفرقة ومستحملنا عشان ابن النادي، ويطلع عنا ويكفرنا عشان ابن النادي. الأهلي دلوقتي في التشكيل الأساسي بتاعه في كام واحد ابن النادي؟ على ما أعتقد الشناوي ومحمد هاني، دول كأساسيين بس كده. مفيش حد ابن نادي تاني، وشغالين وبيكسبوا وبيجيبوا بطولات وكل حاجة نفس الفكرة. اشمعنى هنا حلو وهنا مش حلو؟ مش عارف بصراحة.